هاد البليكات عنده اكثر من 10 سنين ما تفتحش، وتقدروا تسمعوا الصوت اللي ولا يدير. وهذا دليل على ان البلاي كيعاني من الداخل، ومع كثره الاستعمال غادي تزيد تدهور الحاله ديالو. لهذا في هذا الفيديو قررت باش نفتحوه مجموعين ونحاول نقيه من الداخل، وكذلك نبدلوا الباد تيرميك. وهذا الفيديو كذلك صالح لشي واحد الا كان عنده بي اس 4 وبغى ينقيه وبغى يبدلوا الباد تيرميك. فغادي نشرح لكم الخطوات كاملين باش تقدروا تفتحوا البلاي ديالكم وتنقيوه من الداخل ويختفي هذا الصوت تماما، يولي البلاي ديالك بحال جديد. واول حاجه نديروها باش يتفتح، نحيدوا الغطاء الفوقاني اللي مشدود غير بكليبسات، وغير بشويه ديال الضغط غيتحل بكل سهوله. بمجرد ما حيدتو طارت كميه كبيره ديال الغبره، وهذا كيفسر السبب ديال الصوت العالي اللي كيدير. تاني خطوه، خاصك تورنيفيس صغير باش تحيد لي فيس اللي شادين البواط داليمونطاسيون والفونتيلاتور اللي عامره غبره وخاصها تنقى. وراه نحيدو الكاش ديال الديسك دور اللي مخبي وراه فيس واحد شادو. كنحيدو داك الفيس ونجرو الديسك دور يخرج. ودابا وصلنا للتيكي ديال الكارونتي اللي هي دليل على ان البلاي عمرو تفتح، وهذه اول مره بعد 10 سنين على الاقل وهو خدام وعرضه للغبره. كنحيدو الفيس اللي مخبي وراها اللي بلا بيه البلاي ما غيتفتحش، وهنا نكملو لي فيس اللي بقاو. نفتحو الكاش تحتاني اللي ساهل ومشدود غير بكليبسات، خاصو غير شويه ديال لا فورس، وهكا غنكونوا قادرين نفكوا البواط داليمونطاسيون. دابا وصلنا لمرحله مهمه وعامره بلي فيس مختلفين، كنصحكم تصوروا قبل ما تبداو باش يكون مرجع ليكم الا تلفتوا على بلايصهم. حيدت كاع لي فيس اللي شادين كارت مير، ودابا نقدروا نحيدوا البواط داليمونطاسيون. نحاولوا نحيدوا لها هاد الخيط غير بشويه، حيت الا تهرس ولا تقطع البلاي ما غاديش يشعل. نحاولوا نحيدوا هاد الفيشات بشويه باش ما يتهرسوش، حيت كل شيء حساس وابسط غلط غيخلي البلاي ما يخدمش. كنحيدوا هاد الكاش وراه مباشره كتبان الكارت مير اللي هي البلاي كله. كنحافظوا على هاد لي تيرميل باد الكحلين اللي مهمين بزاف وكيبردونا الفيرام. بقى لينا فقط نحيدوا هاد القطعه اللي مشدوده بجوج ديال لي فيس باش نقدروا نهزوا الكارت مير ونبدلوا لها المعجون الحراري القديم. نحيدو هاد الفيش اللي بقات تابعه للبواط داليمونطاسيون، نحاولوا نحيدوها غير بشويه باش ما تهرسش. ودابا نقدروا نهزوا الكارت مير بكل سهوله. لقيتها في حاله سيئه، شابعه غبره، والمعجون الحراري محجر ما كانش يدير الدور ديالو. البلاي كان عباره عن شوايه بالمعنى الحرفي للكلمه، خصوصا اللعب لساعات طويله زائد الحراره ديال الصيف. كان يقدر يطفى في مره وما عمره يولي يشعل. وراها حيدت الهيت سينك اولا المبرد اللي منه كيتنفس البلاي، وما تصوروش كميه الغبره والوسخ اللي لقيت فيه. حيدت لي فيس اللي بقاو شادين الفونتيلاتور اللي حتى هي شبعانه غبره. ودابا ما بقى لي غير نقي هاد الشي كامل ونرجع البلاي بحال جديد. هكا رجعت البلاي من بعد ما نقيته من الغبره، ودابا ما بقى لنا غير نبدلو الباد تيرميك ونرجع كل حاجه لبلاصتها. اول حاجه كترجع اللي هي الفونتيلاتور، وكيجي فوق منها الهيت سينك، وهكا كنركبوا فوق منها الكارت مير اللي درت له شويه ديال المعجون الحراري من بعد ما حيدت القديم اللي كان ناشف. ونحاول نوزعها مزيان فوق من البروسيسور، دير كميه متوسطه ما تكترش وما تقللش كذلك، ورجعتها لبلاصتها. وهنا رجعت القطع كاملين كيف ما فكيتهم، وهنا غتنفعك التصويره الاولى اللي ما عليك غير تتبعها وكل شيء غادي يرجع لبلاصتو. وهذا هو المهم، ما خاصك تشيط حتى شي فيس او لا تركب شي فيس طويل في البلاصه ماشي ديالو، راه يقدر يخسر لك كل شيء. وهالبلاي كيفاش رجع من بعد ما تنقى، ما كاين حتى شي صوت، وحتى الا كان قليل بزاف مقارنه بقبيله. اني مخدم عليه اي فوتبول كيف ما كنت مخدمها قبيله، والصوت ناقص بزاف. النصيحه فقط اللي نعطيك هي لما كانوش عندك الماتيريال باش تقدر تفتح البلاي، فراه غتواجه بزاف ديال المشاكل. ما كاينش غير نوع واحد ديال الفيسات، كاين بزاف ديال الانواع. ولهذا الا ما قديتش انت تحل البلاي وتنقيه، خذوا عند شي واحد معلم وهو ينقي لك البلاي ديالك، وغادي تهنى من الصداع وتهنى من مشاكل اخرين يقدروا يطراو لك من بعد.